السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هعمل معاكم كده اكله سريعه كده. عملت معاكم اللوبيا باللحمه كده. طبعا قطعت كده بصلايه، تقطيع عادي، وبعدين حطيت عليها اللحمه كده، وهشوحها كده لحد لما المية بتاعتها تنشف. زي ما انتوا شايفين كده. مقطعاها قطع كده، يعني وسط، عشان هي تبقى في طبيخ. إيه طبعا هصدمهم كده على النار الاول. انا طبعا مش عارفه اقلب، لان انا ماسكه التليفون بايد وماسكه يعني بقلب بايد وماسكه التليفون بايد، فانا ما كنتش عارفه بقى اقلب ولا اعمل حاجه معاكم. المهم بعد ما تمام كده شوحتها كويس وقلبتها بقى كويس اهي زي ما انتوا شايفين، وكل الاماكن اللي في اللحمه اتصدمت. اهم حاجه التشويحه. طبعا اللحمه مش بيتحط لها الملح خالص 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 الا لما تدخل في السوا. هبدأ بقى شوحت اهوت بس في البصلة. هبدأ بقى احط التوابل بتاعتي. مش هحط الا بابريكا وفلفل، فلفل اسود بس. بابريكا وفلفل اسود بس، احنا مش بنحب التوابل كتير في الاكل. وهقلب كويس كده لحد ما، واغطي عليها لحد ما المية اللي بتنزل بقى منها تنشف خالص. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي، خلاص خدت لها تشويحة كويسة كده. زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعة، انا شلت الغطا. خلاص بدأت، خلاص يعني هتستوي خلاص، يعني بدأت داخلة في السوا. فبعد ما غطيتها وكده هحط لها بقى مية علشان تستوي بقى بسرعة. هي طبعا لحمة بلدي فتستوي بسرعة، مش بتاخد وقت يعني. شايفين المية نضيفة ازاي؟ ما شاء الله، يعني شربتها نضيفة وبيضة خالص وجميلة، يعني تتشرب كده لوحدها، ما فيهاش اي حاجة وحشة. اللهم صل على النبي. بعدين هستنى بقى، هغطي عليها واستنى خالص لحد ما تنشف وانزل بيها بقى بالصلصة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله دخلت على السوا. حطيت بقى الصلصة بتاعتي وحطيت لها الملح. هنا عملت معاكم برضو رز بشعرية علشان برضو الأكلة. بوريكم بقى كده ان انا عملت الرز بشعرية وكده مع الأكلة الجميلة دي، بتبقى تحفة. انا مش عارفة الفيديو باين تعبت تقريبا وانا بمنتجه. فزيادة تأكيد بقى انا قلت مش همسحه بجد، سبتهولكوا كده تتمتعوا بيه. ما تنسوش بقى اللايك بالله عليكم يا بنات. ويا رب قنواتنا كلها تكبر كده ونبقى يا رب مبسوطين بيها كلنا. طبعا اللوبيا تكون مسلوقة. انا سلقاها وما شاء الله يعني جميلة هي. حطيتها بقى على الصلصة بتاعتنا واللحمة، وهزود بقى الملح بتاعي واحط لها كمان شوية فلفل اسود. خلاص هسيبها بقى تتسبك وفي الصلصة، وبعدين هزودها مية واسيبها بقى 10 دقايق كده واطفي عليها، وهتاكلي احلى لوبيا. ويا رب تكون عجبتكم كده،
واكون خفيفة عليكم، وربنا يخليكم لي يا رب، وتفضلوا منوريني كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بوريكم معلش الرز مفلفل جدا وما شاء الله طيب، مستوي خالص ومفلفل، وانا ما عملتش اي حاجه، يعني حطيت مقدار الرز نفس مقدار الميه. يا رب يكون عجبكم.